مرحبا بكم في قناة المعرفة والحياة. اشترك في القناة وفعل الإشعارات بالضغط على الجرس، ولا تنسى الإعجاب ونشر الفيديو. أكلات ومشروبات طبيعية مفيدة لصحة القلب. أهمية الأكلات والمشروبات المفيدة للقلب. أمراض القلب والسكتة الدماغية هي من الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم. وفقا لجمعية القلب الأمريكية، يتسبب سوء النظام الغذائي والخمول البدنية في ترسب الكوليسترول على جدران الشرايين، مما يؤدي إلى النوبة القلبية، وهذا يعني أن تعديل نظامك الغذائي ونمط حياتك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبات قلبية. متابعين الكرام، لا يعتد بهذه المعلومات كمرجع طبي، ودائما وأبدا يجب علينا استشارة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان. الأسماك غنية بالبروتينات الخالية من الدهون وأحماض الأوميغا 3 الدهنية. أوميغا 3 هي أحماض دهنية متعددة غير مشبعة، تساعد على تقليل الالتهاب ومنع أمراض القلب والأوعية الدموية. كل من أحماض الأوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية ضارية، فإن تناولنا الغذائي لا يفي بمتطلبات الجسم من الأوميغا 3. لذا استهلاك السلمون والسردين والأسماك الدهنية الأخرى لتلبية احتياجات جسمك ولتحسين حالة قلبك. يستخدم زيت الزيتون على نطاق واسع في مختلف المأكولات هذه الأيام، وهو غني بمضادات الأكسدة والدهون الصحية، وله خصائص مضادة للالتهابات. إن استهلاك زيت الزيتون يعمل على الحد من خطر أمراض عضلة القلب والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية. عصير البرتقال غني بفيتامين ج والمعادن والفلافونويد، وله خصائص مضادة للالتهابات ومضاد للحساسية ومضاد للأورام. تناول كوبا من البرتقال أو كوبا من عصير البرتقال الطازج للحفاظ على صحة قلبك. البروكلي غني بالفيتامينات أ وج وك، وحمض الفوليك والألياف الغذائية والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفسفور وأحماض الأوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية والسيلينيوم. وجد الباحثون أن الفئران التي تتغذى على البروكلي قد تحسنت وظائف القلب وخلصت احتشاء عضلة القلب، وزالت من الاستجابة المضادة للأكسدة التي ساعدت على حماية القلب كالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفسفور. ومن المثير للاهتمام أنه أيضا مصدر جيد لمضادات الأكسدة والتي تمنع تلف الحمض النووي وتقليل الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية. يحتوي الشاي الأخضر على مركبات نشطة تسمى الكاتيكين. لديه خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان وخافضة للضغط وخفض الدهون، وخصائص مضادة للخثرات. تساعد الكاتيكين على التخلص من جذور الأكسجين الضارة، وتقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وتمنع تخليق الدهون وامتصاصها. الفراولة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على علاج ضغط الدم المرتفع ومستويات الدهون في الدم. هذه السمات تجعل الفراولة من أكثر الأطعمة فاعلية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. وبما أن القلب يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فمن الطبيعي أن يكون هناك تآكل وتمزق في العضلات. سيزود الجسم البروتين الذي يمكن استخدامه لإصلاح عضلات القلب. يمكن أن يساعد تناول المكسرات على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 40 إلى 50%. تحتوي المكسرات على فيتامين إي والدهون الأحادية غير المشبعة والتي تعمل كمضادات للأكسدة. يمكن أن يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار. يمكنك تناول المكسرات في الصباح مع وجبة الإفطار الخاصة بك حتى تتمكن من استخدام الطاقة المولدة للقيام بأنشطتك اليومية. كما يمكنك أيضا وضع القليل من المكسرات في السلطة أو تناولها كوجبة خفيفة في المساء مع كوب من الشاي الأخضر. وجد الباحثون أن تناول التفاح يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وزيادة التمثيل الغذائي وتقليل الوزن وتنظيم ضغط الدم. لذا احصل على تفاحة واحدة كل يوم للحفاظ على قلبك سليما إن شاء الله، والذي يساعد على تقليل الالتهاب ومستويات الكوليسترول في الدم، كما أنها غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على فقدان الوزن. تناول 2 إلى 3 ملاعق كبيرة من مسحوقة بذور الكتان المطحونة يوميا. تم تحميل السبانخ بالنترات الغذائية التي تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين أداء التمارين لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الشرايين الطرفية
وتمنع تراكم الصفائح الدموية وتقليل الالتهاب وتصلب الشرايين. الأفوكادو غني بالدهون الصحية والفيتامينات A و E و K و C و B6 والفولات وحمض البنتوثيانيك والنياسين والبوتاسيوم والريبوفلافين والمغذيات النباتية الأخرى. يعمل الأفوكادو على تقليل الكوليسترول الضار وخفض مستويات الدهون في الدم وتحسن الأنشطة المضادة للأكسدة وتقمع الالتهاب وتطبيع مستويات الجلوكوز في الدم وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. هو أحد المركبات الموجودة في البطيخ والذي يساعد على تقليل الالتهاب وتيبس الشرايين وخفض نسبة الكوليسترول الضار وضغط الدم المرتفع وخفض وزن الجسم. الشوكولاتة الداكنة هي مصدر غني بالمضادات الحيوية والثيوبرومين، سيساعد على حماية قلبك من أمراض القلب والأوعية الدموية. استهلك الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 80% أو أكثر من الكاكاو. الأطعمة التي يجب تجنبها لصحة القلب: الدهون المتحولة، الأطعمة المصنعة كالنقانق، الكربوهيدرات مثل الدقيق والخبز الأبيض، الزبادي والحليب والجبن إذا كنت لا تتحمل اللاكتوز، الحبوب الكاملة والدقيق المعدل وراثيا، السكر المكرر وسكر القصب وشراب الذرة عالي الفركتوز، الأطعمة السريعة كرقائق البطاطس والأطعمة المقلية والبرجر وما إلى ذلك، المشروبات الغازية والمحلى، البقوليات. ابدأ أخي الكريم في رعاية صحة قلبك عن طريق تضمين هذه الأطعمة الصديقة للقلب في نظامك الغذائي. تأكد أيضا من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. لو استفدتم من هذه المعلومات لا تنسوا دعم القناة باشتراك ولايك وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل إشعارات قناة المعرفة